على إثر تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثق حادثة الاعتداء العمدي على مركبة الدرك الوطني على مستوى الطريق الوطني رقم 27 الرابط بين ولايتي ميلا وجيجة، بالضبط بإقليم بلدية حمالة، ذلك أثناء قيام أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بالدرك الوطني بميلا بدورية في إطار المهام اليومية الرامية إلى ضمان أمن وسلامة مستعملي الطريق وتطبيق أحكام قانون المرور، حيث قام أفراد الدورية بتوقيف أحد مستعملي الطريق على خلفية ارتكابه مناورات خطيرة وتجاوز رتل من السيارات. بعد توقيف المركبة ومراقبة وثائقها الإدارية، تبين أن السائق محل محضر سحب لرخصة السياقة. مباشرة تم الطلب من المعني مرافقته إلى سيارة سلاح قصد رفع ضده مخالفة التجاوز، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة، ليقوم هذا الأخير بمحاولة استرجاع وثائق السيارة بالقوة أثناء مباشرة هذه الإجراءات، ليدخل المعني بعدها في حالة من الهيجان، وأقدم على الاعتداء العمدي على مركبة الدرك الوطني باستعمال المركبة التي يقودها، حيث قام بالاصطدام بها عدة مرات متسببا في إلحاق أضرار مادية بها، كما حاول دهس مستخدمي الدرك الوطني قبل أن يلوذ بالفرار من مكان الوقائع. وقد قام أحد مستعملي الطريق بتوثيق الحادثة بواسطة مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفور وقوع الحادث باشرت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بميلا عمليات البحث والتحري، حيث تم العثور على المركبة المستعملة في ارتكاب الحادث وتوقيف والد المعني الذي كان يرافقه في السيارة، فيما يبقى المشتبه فيه في حالة فرار. سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من الإجراءات التحقيق.